وصحبه أجمعين. أحسن الله عزانا وعزاكم، ورحم الله قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وجزاه الله خير الجزاء عنا. ونبارك ونبايع خادم الحرمين الشريفين الملك السابع سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين مقرن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن نايف الذي معروف عن هذا الرجل، وكلهم أوفياء لهذا الوطن العزيز. وباسمي وباسم جميع مشايخ قبائل الحقو وأعيان الحقو نتقدم ونبايع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي هو عزيز علينا، وجميع الأسرة المالكة الكريمة، وكذلك نيابة عن أبناء قبائل الحقو من ضباط وضباط صف وطيارين واستشاريين في المستشفيات العسكرية والمدنية، وهم اتصلوا بي أمس ويعازون ويقدمون لك الشكر يا أستاذ أحمد، ويقدمون العزاء وحنا بالنيابة عنه. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وحنا يد واحدة وشعب واحد، ونحمد الله ما عندنا طائفة ولا عندنا إثارة ولا عندنا أي شيء. الشعب متماسك، الشعب مسلم، شعب قد حفاه الله بالمقدسات التي تعتبر يعني مرجعا لجميع المسلمين في أقطار المسلمين، في جميع أقطار الأمة الإسلامية والعربية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد.